التنمر في الشغل، آثاره والحلول اللي بتنفع. في يوم عادي دخلت سارة مكتبها شايلة كوباية القهوة ووشها عليه ابتسامة صغيرة. كانت متمنية اليوم يكون النهاردة أحسن من امبارح، لكن أول ما قعدت بدأت تسمع همسات الزملاء ونظرات وتعليقاتهم الساخرة على العرض اللي قدمته في الاجتماع الأخير. حد قال: واضح إنها مش فاهمة حاجة في الشغل ده. واحد تاني ضحك وقال: هي جت هنا بالواسطة. سارة مردتش، اكتفت بالصمت، لكنها جواها كانت بتحس إنها بتنهار. التنمر في الشغل مش بس كلمات جارحة، ده سلوك متكرر، هدفه إنه يقلل من الشخص التاني، يعزله، يكسر روحه. ساعات بيكون واضح زي الإهانة أو التهديد، وساعات بيكون خفي زي التجاهل المتعمد أو التقليل من إنجازاته. تخيل تروح شغلك كل يوم وحاسس إنك مش مرغوب فيك، إنك متراقب، وإن الشغل بقى زي ساحة معركة، مش عارف مين جنبك ومين ضدك. سارة مش الوحيدة. أحمد موظف في قسم المبيعات، دايما بيتم استبعاده من الاجتماعات المهمة. مديره كان بيستخف بأفكاره ويديله مهام مش مناسبة لخبرته، ولما حاول يتكلم اتقاله: انت حساس زيادة عن اللزوم. بدأ أحمد يشك في نفسه وفي قدراته، وفكر كمان في الاستقالة. التنمر بيسيب آثار نفسية كبيرة: قلق واكتئاب وفقدان الثقة بالنفس وإرهاق ذهني. ومن الناحية العلمية الإنتاجية بتقل، الروح المعنوية بتضعف، والفريق كله ممكن ينهار. والأخطر كمان تأثيره على البيئة بتاعة الشغل كلها. لما المتنمر يبقى جزء من الثقافة، التعاون بيختفي، الاستقالات بتزيد، والمؤسسة بتتحول لمكان بيبعد الكفاءة. ليه ده بيحصل؟ أحيانا ثقافة المؤسسات نفسها هي السبب. لو شجعت على التنافس الجامد أو مفيهاش وعي كافي، وأحيانا السبب هو فرق السلطة، لما حد يستغل نفوذه ويقلل من التاني. لكن في أمل وفي حلول. أولا التوعية، المؤسسات لازم تدرب موظفينها يعرفوا التنمر ايه وازاي يتعاملوا معاه. لازم نكسر الصمت ونفتح حوار. ثانيا تعزيز الثقافة بتاعة الاحترام، الشغل لازم يكون مكان كل واحد يحس إنه جزء من الفريق، وإن مجهوداته محل تقدير. ثالثا سياسة صارمة، لازم يكون في آلية واضحة للشكوى تخلي الموظفين يبلغوا بدون خوف أو تردد. رابعا التواصل، لازم يكون في قنوات مفتوحة بين الموظفين والمديرين عشان الحوار والتعبير والكشف المبكر عن أي سلوك مش صحي. وأخيرا الدعم النفسي، جلسات استشارية، دعم جماعي واحتواء حقيقي. سارة بعد شهور من المعاناة قررت تتكلم، قدمت شكوى ولقت دعم من الموارد البشرية. اتخذوا إجراءات وحصل تغيير، بدأت تحس بالأمان ورجعت ابتسامتها. أحمد بعد جلسة دعم نفسي رجعت له ثقته في نفسه، وبدأ يطور في نفسه وشارك في مشروع كبير أثبت فيه قدراته. التنمر مش نهاية الطريق، ده تحدي، لكن ممكن نواجهه. في الآخر بيئة الشغل مش بس مكان وأجهزة، هي ناس ومشاعر وعلاقات. الاحترام المتبادل والتواصل والدعم هما الأساس اللي بيبني عليه بيئة ناجحة. خلينا نقود صوت للوعي وإيد للحل، نعمل بيئة كل الناس فيها تحس بالأمان ويزدهر فيها الإبداع.